اهلا بيكم في فيديو جديد واخر 3 تراكات في البوم الجوكر رايح جاي. فيلم هندي عاش 3 تراكات بيختم بيهم الجوكر البومه الجديد، الالبوم اللي بدأ ينزل من الاربع اللي قبل اللي فات. النهارده اخر اربع نزل فيه تراكات للجوكر. طبعا كنت حللت التراكات اللي نزلت كلها، هتلاقي اللينكات بتاعتها في الاي اللي فوق وفي الديسكريبشن. وخلاص بقى بنودع التراكات الجديده والالبوم الجديد بتاع الجوكر وبننسى الجوكر بقى خلاص، لان هو نزل البوم. فالراجل معذور الصراحه، ممكن بقى ايه يتاخر زي ما بتاخر كده سنه بقى ولا اكتر. ننزل احنا بقى في يوم ايه تحليلات الحاجات القديمه، التفسيرات بقى بتاعت تراكات الجوكر القديمه اللي احنا كده كده عاملين كذا تراك منها. هتلاقي بلاي ليست كامله في الديسكريبشن، برضو في تراكات كتير للجوكر حللناها، مش الصمت اوضه برودكشن 24 ايراد، تراكات كتير جدا يعني. ولسه في تراكات كتير هتنزل هتبقى برضو في البلاي ليست دي. فاعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وده مثلا على انستجرام وكل الكلام ده، ويلا بينا نبدأ بالتراك اللي مش محتاج تحليل خالص ومش محتاج ان احنا نتكلم عنه اصلا. تراك رايح جاي هو تراك رومانسي، اللي يعرفني ويعرف القناة هنا هيعرف ان انا ما بتكلمش عن التراكات اللي من النوعية دي خالص. بس نسمع الاول جزء من التراك ونرجع. الحياة رمت سنارة كلت الطعم، افتكرتها في المكسرة طلع رعب. التراك جامد يا عم، لو مش شايفه جامد هو على الاقل لذيذ. فعكس ما كنت متوقع ان التراك اللي هيكون رومانسي او خلينا نقول محن مش هيبقى قوي وهيبقى اي كلام ومتكرر ومعمول عشان بس فايرال. الحقيقة لا، هو التراك كان متعوب فيه. التراك الرايمز اللي فيه جامدة قوي، يعني القوافل اللي الجوكر عاملها في التراك ده اجمد من قوافل عاملها في تراكات تانية. غير ما نصحها كأن الروح بتعرف اللي هيفرحها، قطعة بازل ما بتركبش غير مطرحها. بجد القافي فعلا جامده جدا وعجباني قوي، وده مخلي التراك جامد، ده مخلي التراك جامد قوي حتى من ناحيه الاداء. الفلوهات اللي جوكر عاملها في التراك ده انا ما سمعتوش بيعملها قبل كده. اي نعم مش هكدب عليك الصراحه، هي مش احسن حاجه، بس التراك لذيذ ورايق كده فاهم، ورومانسي وبتاع، فمش مطلوب منه برضو ان هو يعمل اجمد فلوهات وحاجات يعني فاهم مش بتاعت التراك ده اصلا. فاجمالا التراك جامد قوي ولذيذ وخفيف كده على القلب وعلى الودان وتحب تسمعه كتير. ما لقيتش اي شيء تاني يشجعني افضل له حي. الفقرات التي نلتقي معها اليوم على شاشة القناة في الواقع كان على معلومات الواحد يعني. طيب نروح لتاني تراك معانا وهو تراك فيلم هندي. الانترو بتاعت التراك هي طريقة مختلفة بيحاول ان هو يوصل لك بيها الفكرة او موضوع التراك، وفي نفس الوقت اختيار الراديو مش عشوائي، لان هو بيحاول يعبر لك في التراك ده قد ايه هو قديم، وبيجيب لك حاجات فيها نوستالجيا بالنسبة له زي الراديو كده والبرامج الإذاعية اللي كانت فيه. قعدنا مع صاحبي اللي خلف، حسيت ان بنبعد، حاولت اتوه في الكلام لكن كانت اول 4 مرات بيتكلم عن الخلفه وعن الخوف اصلا من الخلفه وعن المصاريف اللي الاسره محتاجاها، وخصوصا لو في طفل، وقد ايه الموضوع بيبقى مسؤوليه كبيره. دي بقت اهتمامات الجوكر دلوقتي، دي المواضيع اللي الجوكر بقى مهتم ان هو يتكلم فيها وبيتكلم عنها في تراكاته، واهتمامات جزء كبير من جمهور الجوكر اللي بادئ معاه من البدايه خالص. انا بادئ مع الجوكر من 2013 تقريبا، بس كان سن صغير جدا وقتها، فدي لسه مش اهتماماتي. بس معظم الناس اللي كانت بتسمعها 2013 لو هم كانوا في سن الجوكر هم دلوقتي لسه في نفس الاهتمامات بتاعت الجوكر، فالكلام ليهم، هم حاسين الكلام ده وعايشين. بنبذل جهد مخفي مش متقدر. كان زماني مع مين بقول لزميلي صدر. هو كان بيشتكي من غلاء المعيشة او من الخوف من المسؤولية او من الكلام ده كله، فهنا بيقول ان هو رغم كده هو بيحمد ربنا ومش هيتبطر عن النعمة اللي هو فيها، لان ربنا كرمه جدا، لان هو من كام سنة كان مدمن مخدرات. فبيحمد ربنا ان هو رجع عن الطريق ده وان هو رجع للطريق الصح، وان هو دلوقتي بقى وضعه احسن بكتير، بقى كون اسرة، طبعا بطل ادمان، ربنا هداه. فهو بيحمد ربنا يعني ان هو بطل الكلام ده، وان بقت دي مشاكله، مش مشاكله مثلا ان هو مدمن ومش قادر يبطل. ما تتصورها كبير ربك سترها، حاجات تشوفها في فيلم تقول عليه مأفورها. تعبير جامد هنا بيصور لك قد ايه هو عمل حاجات في شبابه او في فتره الطيش اللي هو كان بيحمد ربنا ان هو رجع عنها، وان ربنا استرها معاه وقتها، وان ما خلوش يكمل في السكه دي. الحاجات الكتير اللي هو عملها لو اتحكت في فيلم انت هتقول ان الفيلم ده مأوفر، لا مفيش حد بيعمل الكلام ده. وخلاص الكام برضه دول يعني ان هو بيقول لك وانتوا رايحين كنا احنا راجعين، يعني ما تعملش شبح، لان انا عشت المرحله دي وكنت اشبح منك فاهم. خام لثانوي عام مجموعي شرف، اعدادي هندسه في سنتين بدات اخرف. شبه خام ثانوي عام، الرايم جامد، والاجمد ان هو انترنال رايم اصلا، عشان الرايم الاساسي هو ايه يشرف. فكره ان الجوكر في ثانويه جاب 99 او 100% مش فاكر، ودخل بقى هندسه والقصه اللي اي حد فان للجوكر عارفها. والمقصود يعني ان هو كان على الابيض، كان خام، كان غلبان يعني ملوش في اي حاجه لغايه ثانوي عام. بعد ثانوي عام بدا بقى ينحرف فاهم، اللي هو اعدادي هندسه في سنتين بدات اخرف، بدا رحله الطيش بقى والشقاوه وكده يعني. مناسبه لو خلفت خلفه طلعت فاسده، مش هرق زي بابا وماما لا هدي بالجزمه. هنا اللي انا حاسه ان هو بيتكلم عن نفسه، هو بيقول ان هو لو ابنه طلع زيه فاهم مش هيعمل زي ما ابوه وامه عملوا معاه، مش هيطبطب عليه، لا هيديله بالجزمه، مش هرق، مش هبقى حنين مع ابني، لا اللي هو ما تتعبنيش معاك، خلي بقى الشرع يربيك عشان تعرف قيمه البيت اللي انت فيه او قيمه اهلك عموما. إذا لم تكن لي والزمان شرنبرم
فلا خير فيك والزمان ترللي. شكرا لناس شالونا واحنا فينا اللي احنا لولاهم كان زماننا في الترللي. شكرا لناس شالونا هنا بيتكلم عن ان شكرا لابوه واهله عموما ان هم ما فكروش زي ما هو بيفكر دلوقتي. يعني هو بيقول لك لو ابنه طلع بايظ هيرميه في الشارع، فبعدها بقى بيشكر اهله ان هو لما طلع بايظ او كان طايش في فتره ما رموهوش في الشارع، بالعكس هم رجعوه عن الطريق اللي هو فيه، ساعدوه ان هو يبطل ادمان، كانوا كويسين معاه مش زي ما هو ناوي يعمل مع ابنه. امنوا فينا بدون مؤشرات على التحسن للتحسن، جايز ده اللي بكره هبقى حاسه. بيختم بقى الفيرس ببار جايز ده اللي بكره هبقى حاسه، اللي هو دلوقتي هو بيفكر انا لو ابني عمل معايا كده ده انا هرميه في الشارع، ده انا هعمل واسوي فيه، بس في نفس الوقت هو لسه ما جربش ان هو يبقى عنده ابن، لسه ما جربش احساس الاب هيبقى عامل ازاي، احساس ان هو لا انا كنت بقول ان لو ابني قال لي كلمه هعمل واسوي فيه، بس في نفس الوقت ده تفكيرك وانت لسه بره المرحله دي، او لسه ما عندكش الوعي والادراك الكافي ان ده طبيعي ان ابنك يبقى بيعمل كده، لان هو زي ما قال في كذا تراك قبل كده تفكيرك وشخصيتك بتختلف مع كل مرحله جديده في حياتك. العمر بناخد منه فردة واحدة عكس الكلية، وكتير حاجات نسيبها تجري منا زي البيت. تشبيه جامد قوي، لان هو مش بس فكره ان الكليه فردتين والعمر فرده واحده، انت لو عندك كليه باظت في كليه ثانيه بتعوضها، لكن العمر ما بيتعوضش، فهي سواء كمعنى حرفي او مجازا، سواء كعدد او ككليه عموما، ان الكليه في كليتين عندك، انت فاهم؟ ففي عمق في التشبيه مش بس في حته العدد يعني، وكتير حاجات نسيبها تجري منا زي البليه. برضه تشبيه رايق، هو هنا شبه الحاجات اللي لو سبتها مش هتستناك وهتجري منك بحاجه مناسبه للموضوع عموما اللي هي البليه. وللاسف ما كناش مثلا ما كنا مثل، دلوقتي بقينا مثل بس ما بقولش خدنا مثل. ايوه بقى خش لي في الجد، اديني بقى في البارات اللي انا مستنيها من اول التراك، سيبك من اول الفرسين دول. دلوقتي بيقول لك للاسف ما كناش مثل اما كنا مثل، يعني كان محطوط في حته مخليه الناس شايفاه قدوه، شايفاه مثل، بس هو ما كانش مثل، هو كان وحش، كان شخصيه ما ينفعش تاخد مثل اعلى، يعني سواء بقى ان هو كان بينزل ديسات او ان هو وقتها يمكن كان مدمن او حتى كان بطل ادمان، بس ما اعرفش. يعني هو الفكره ان هو كشخصيه ما ينفعش يتاخد قدوه، ده كان زمان، بس هو كان مشهور فكانت الناس بتاخده مثل. دلوقتي بقى مثل، يعني شخصيته بقت احسن، بقى انسان صالح نوعا ما، فبقى ينفع يبقى مثل، بس في نفس الوقت هو بيقول لك ما تاخدنيش مثل برضه، ما تشيلنيش المسؤوليه دي، لان انا اكيد هغلط. هو بيقول كده في البارات اللي قدام، عشان ساعات بنخبط في الغلط والكسل، عشان ساعات بنخبط في الغلط والكسل، بس ابص كنا فين بقينا فين، بقول ده عسل. اللقطة هنا في الفيديو بتوضح لك المعنى بتاع البار ده، كنا فين، جاب الوش بتاع الجوكر اللي هو كان بقى عنده انفصام، عنده مشاكل نفسية يعني كان، او مثلا فكرة ان هو كان شخصية الجوكر اللي هي بقى غالبة عليه، وان هو بينزل دسات ومش همه حد، وكان شخص مش كويس بمعنى صح. وبعد كده جاب صورة المكتبة اللي هو بقى شخص عاقل كاتب وقارئ في نفس الوقت، برضه بقى انسان محترم. كل العيون بقت علينا بدون ما نكون اتنشن، كلام رايح لناس وما بنعملش لحد منشن. بص عايز اقول لك حاجه، البار ده حقيقي 100%. الجوكر من اكتر الرابرز اللي العيون بقت عليه من غير ما يكون اتنشن. يعني الجوكر من زمان هو بيعمل نوعيه تراكات معينه، اتشهر كمل في نوعيه التراكات اللي هو بيعملها عادي جدا، كان ممكن ياخد سكه التراكات الهادفه والقصص بتاعت زي اختار مكانك مثلا، بس هو كمل فيها بشكل اقل من التراكات العميقه واللي هو كان بيحب يعملها. فاللي عايز اقوله ايه، الجوكر ما كانش بيسعى ورا شهره، وكانت الشهره بتجري وراه. حاليا يمكن رقم واحد ده مش انت وبتاع، هو عملها وقال ان هو عملها من باب التجديد، والدليل ان هو ما كملش في اللون ده، والحاجات اللي عملها بعد كده كانت مجرد برضو ايه، انواع والوان مختلفه بيجرب فيها. فالصراحه الجوكر من اقل الرابرز الاتنشن في الراب سين، لا عمره عمل لقطه مع حد غير طبعا بيفو مع ابي يوسف، فاهم، ولا عمره نكش حد ملوش علاقه مثلا بيه او كده، يعني كان مثلا ممكن ينكش بابلو ويجز وهو ارقامه تسمح له، بس هو ما عملش كده، ما بيحاولش فاهم يلفت الانتباه ليه باي طريقه زي ما رابرز كتير بيعملوا، وبرده رغم كده بيجيب فيوز. وبرده طبعا من اقوى البارات في التراك ويمكن في الالبوم، لان هو اولا حقيقي، ثانيا هو في نكش لأبي يوسف ومن غير ما يذكر اسمه، من غير ما يقول على اي حاجه يمكن تدل عليه وخلاك انت عرفت ان هو يقصد أبي يوسف. رهنه قالوا هوبلس كيس ومش هينشف، اخاف اتف في وش كل دول لريقي ينشف. هوبلس كيس اللي هو ما يقوس منه، يعني اخاف اتف في وش كل دول لريقي ينشف، من كتر الناس اللي هو عايز يتف في وشهم، او كل الرابرز تحديدا، يعني اللي هو هينشف هيتف على مين ولا مين ولا مين. استاهل ابقى في حته احسن من دي، عند الجون الكل بيعمل فيها من دي. رغم من كل اللي هو وصل له، رغم ان هو تقريبا من اكتر الرابرز اللي عندهم سبسكرايبات على اليوتيوب، ومن اكتر الرابرز اللي عندهم قاعده جماهيريه مرعبه، لكن هو شايف ان هو يستحق ان هو يكون في مكان احسن من ده، وزي ما هو بيقول يستاهل يبقى في حته احسن من دي. عند الجون الكل بيعمل فيها مندي هو حارس السنغال، فهنا الجوكر بيقول ان لما بيوصل عند الجون كله بيعمل فيها مندي، كله بيحاول يصد منه، وده تعبير جامد قوي لان هو بيحاول يوصل لك بيه قد ايه الكل بيحاربه وبيحاول يمنعه ان هو يوصل. في ناس كتير هدفها راسي كاني هندي،
اهلي للبخت لكن فصصت كل الكرش. يعني هو الفيديو جامد وكل حاجه، بس ايه شكل الجوكر ده؟ تحس ان بطن الحوت اللي عامل الفيديو. هو باين ان انا بتوه عشان مش عارف احل اخر بور عشان مش فاهمه. يعني ايه البخت لكن فصصت كل أما الكرش؟ الساعة 8:15 نلتقي مع قصة سندريلا المشهورة، ولكن على أنغام موسيقى قصة سندريلا اللي مذاعة قصادها هنا هي تراك رايح جاي اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو، وده مش كلامي، ده كلام الجوكر نفسه ردا على احد اصدقاء البرنامج عمر بن نعناع. على أنغام موسيقى شتراوس. عموما كان تراك قوي جدا، واحد من اقوى تراكات الالبوم بالنسبه لي، هو في التوب 3 وش. بس فعلا التراك اللي اقوى من اي تراك تاني نزل في الالبوم، او بالنسبه لي هو اقوى تراك في الالبوم لغايه دلوقتي، هو تراك عاش. فخلينا نسمع ونشوف الكلام على ايه، لان التراك ده هو اهم تراك في الالبوم اصلا، ختمها حرفيا. كنا صغيرين ملومش الانا، نلوم الدنيا والظروف ولوم البلد. هنا بيتكلم عن نفسه وهو بادئ راب لسه، كان معظم تراكاته بينتقد فيها المجتمع، بينتقد فيها البلد والحكومه، بينتقد فيها العيله، بينتقد فيها كل حاجه في الدنيا، بس ما بينتقدش نفسه. فانا بيقول ان هو كبر وعقل وعرف ان لا، احيانا كتير بتبقى مشكله فيك انت نفسك، انت اللي غلطان. مش بقول حلوت، بقول ان اللي فرق فهم انك تتعب تلاقي حتى لو مبتلى. مش بقول حلوت، هنا بيأكد ان كل المشاكل اللي هو كان بيتكلم عنها فعلا كانت موجودة. كل الحاجات اللي هو كان بيلوم عليها سواء البلد او العيلة او المجتمع او هي فعلا تستاهل اللوم. هي ما حلوتش مثلا عن زمان، البلد ما حلوتش او وضعها ما حلوش عن زمان، بس فرق ان هو عقل وادرك ان احيانا لازم ترمي الكلام ده ورا ظهرك وتسعى، لان لو تقعد تلوم في الظروف انت مش هتعمل حاجة، مش توصل لحاجة بجد. بطلت لما اللعب يكون مش ناعم، اقول مش لاعب، اقول مش قاعد. برضه جامد قوي، بيقول لك لما اللعب يكون مش ناعم يبقى اللعب خشن، فاهم؟ شبه لك الحياه بماتش كوره مثلا مليان تدخلات عنيفه، ما تتقمصش بقى وتقول مش لاعب وتقعد بقى على جنب وتقعد تدبدب في رجلك في الارض وتعيط. لا، واجه، خلاص لازم تلعب ولازم تكسب كمان. ما حد ساعد في رقبتي ناس، لو اتقمصت جاعت ما عادش عندي اوبشن اكتئب فاقوم باعد. الالبوم ده بجد جاب لي تروما من الجواز، انا مش هتجوز يا جماعه خلاص. يعني ده 10,000 مره يقول ان هو بقى في رقبته مسؤوليه واسره، ما عندوش رفاهيه الانهيار. فخلاص يا عم جوكر، والله مش هتجوز خلاص يا باشا، هي دي رسالتك من الالبوم يعني، مش هتجوز يا عم خلاص. انا عايز لما ابقى زعلان ومكتئب اقعد على جنب واسمع اغاني حزينه. اي نعم هقوم الصبح واروح الشغل برضو عادي، حتى لو ما ورايش اسره ولا مسؤوليه، بس اجباري اروح الشغل برضو. البر خلينا نتعاطف معاه والله بجد، حته ان انت في السن ده وفي المرحله دي انت نفسك حتى تزعل، مش عارف. اخترت يبقى عندي اسره خاصه، مفيش بريك من الشغل، مفيش اوبشن نقصر، مفيش. كان يوم اسود يوم ما اتجوزت يا جوكر، خلاص والله. انت 8 تراك في الالبوم بتتكلم في نفس الموضوع، خش في النكش، عايزين نشتغل. يفكرني بصاحبك اللي اتجوز او صاحبك الخاطب، فاهم؟ الاتنين يعني انيل من بعض بقى، فاهم؟ يا بختك انت، ما وراكش مسؤوليه، ما وراكش واحده مش عارف خلاص يا جدعان يا جدعان، خلاص هنلاقيها من العزوبيه ولا منكم؟ عبي خسر، مفيش فراغ نهزر، مفيش بريك وحصل، لازم تتلصم حتى لو متكسر. عجباني قوي كتابه التراك ده، ودايما لما بيبقى فيه تراك بقول ان الجوكر عنده مشكله في الكتابه فيه، ما بيبقاش قصدي كتابه من ناحيه المعاني او من ناحيه التوبيك او من ناحيه الرساله اللي هو بيوصلها من التراك، انا ده اللي بيبقى قصدي، ان الكتابه بتبقى فقيره من ناحيه الرايمات. التراك ده بقى العكس، التراك ده قوي جدا كتابيا، دسم فيه رايمات كتير. ده اللي انا ببقى طالبه في التراكات اللي ما بيبقاش فيها رايمات كتير، وببقى متضايق منها ضعيفه نوعا ما كتابيا. احيانا بستغرب اقول اني كنت طالت الوقعه وعايش اني البارين دول بارين ايقونيين. يعني ايه ايقونيين؟ يعني هيعيشوا كتير معانا، لان هم فعلا من البارات المحفزه والقويه في التراك، وفي نفس الوقت من البارات المميزه اللي ما بتسمعهمش كتير. فهم مش محتاجين توضيح، البارات واضحه من غير ما تحلفنا، العند كلفنا، مفيش طريق واحد لتحت مش عارفنا. مفيش طريق واحد لتحت مش عارفنا، فكرني ببار سكان الليل، واللي ملوش علاقه قوي اللي في اعلى قمه اي طريق هيكون لتحت، بس زي ما بقولك ملهاش علاقه، لان هو كان بيتكلم وقتها عن ان انت في قمه سعادتك، فانت ايه طبيعي اللي جاي هيبقى اوحش، مفيش حاجه اعلى من كده. لكن اللي بيتكلم عنه هنا بقى ان هو ايه، العند خلاه يمشي في طرق غلط كتير، جرب كل الطرق الغلط، كل الطرق اللي بتوديه لتحت او بترجعه لورا. مش من زمان الضلمه بتخوفنا، مش من زمان جوانا حاجه بتكتفنا، مش من زمان الضلمه بتخوفنا. يعني هو زمان الضلمه ما كانتش بتخوفه، واللي هو هنا بيتكلم عنه مش الضلمه بمعناها الحرفي الضلمه، لا، الضلمه اللي بيتكلم عنها اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، ومش اللي فات حرفيا، لا اللي فات في تحليل تراكات الجوكر، اللي هو تحليل تراك زيك وبندول. خلاص والله عارف ان هو بندول مش بنادول، مليار كومنت بيقول لي بندول مش بنادول، غلطه زلة لسان،
انا كنت علمي والله وشرحت يعني ايه بندول في الفيديو، يعني انا شرحت لك البندول، فانا اكيد مش معلش موقفي صعب. المهم نكمل تحليل التراك. الضلمه اللي هو بيتكلم عنها اللي هي السكك الغلط اللي هو مشي فيها، وشوف تحليل التراك هتفهم هو بيتكلم عن ايه اكتر. بس عموما يعني اللي عايز يوصله لك من البارات دي ان هو اتغير عن زمان، ده اللي هو عايز يوصله من الالبوم كله مش بس من البارات دي. اسالك سؤال وجاوبني انت بصراحه، انت مستمتع بالبيت وهو شغال؟ لو انت فعلا مستمتع فهي خلاص اذواق، انت ذوقك عجبك البيت ده. بس بجد البيت ممل، مش حلو خالص او مش عاجبني على الاقل، واتوقع ان هو لو كان حلو كنت هزهق منه برضه، لان انت بادئ حاجه و20 ثانيه في اول التراك وبعد كده هنا مش عارف حاجه و20 ثانيه تاني. فليه كل ده بجد؟ التراك جامد، التراك بجد كان هيبقى اقوى تراك في الالبوم بالنسبه لي، هو لسه اقوى تراك في الالبوم تقريبا بالنسبه لي، وكان هيبقى من اقوى تراكات الجوكر بالنسبه لي. عيبه الوحيد البيت، بجد البيت هو نقطه ضعف التراك. مش وحش بس مش حلو للدرجه اللي انت تقعد تسمعهوني فوق الدقيقه طول التراك. ممتن اني في الملعب حتى لو ما خدتش انفراده. هنا انا فهمت البار بطريقتين، يعني انا في الاول فهمته ان هو ممتن ان هو موجود في الملعب في سنه ده حتى لو هو مش النجم رقم 1 في الراب سين، بس ما اعتقدش ان هو يقصد كده. اللي اعتقد ان هو يقصده حتى وهو ما خدش فرصه، ما خدش انفراده، يكفي بالنسبه له ان هو موجود في الملعب. قصادك في ناس واقف في زورها زي الاجنه، كله في ايده كحك للي في ايدي عجبه. هنا بيتكلم عن المثل بتاع الكحكة في ايد اليتيم عجبة. المثل بيتكلم عن ان الناس عموما بتستكتر على اليتيم او بتستكتر على الفقير او الشخص اللي يستحق يعني عموما الحاجة اللي هو فيها. كحكة في ايد اليتيم عجبة، كله باصص له فيها. المثل واضح هنا، اعتقد كلنا عارفينه. والحاجة الزيادة في البار هنا ان هو كمان بيقول لك ان كلهم معاهم كحكة، يعني مش حتة بقى ان انا اللي معايا كحكة فكلهم باصين لي فيها رغم ان انا استحقها زي ما المثل بيقول، لا هو كلهم كمان معاهم كحكة زي، فانت باصص لي في كحكتي ليه؟ وهنا بيتكلم عن الرابرز اللي هم مستكترين على الجوكر فانزو، ودي فعلا حاجه موجوده في معظم الرابرز ان هم شايفين ان الجوكر مش قوي، فبالتالي كل الشهره اللي هو واخدها دي ما يستحقهاش. فهو بيقول لهم زي ما قال لهم في البار اللي فات، يا عم تعتبرنا مش قصادك، خليك في حالك ما تبصش علينا، انسانه فاهم. وشبه ان هم مركزين معاه بان هو واقف في زورهم زي الاجنه اللي هي بيكسروا بيها الحيطه او بيكسروا بيها الارضيه ايا كان، يعني صعب قوي فاهم، مش مجرد شوكه في زورهم، هو اجنه. انت فاهم؟ تشبيه جامد قوي. نبي فيها تنطر مش فاضي لدكنك، يومي شغل زي المكنه. نبي فيها تنطر مش فاضي لدكنك. البار ده وش على ابي يوسف، بيقول له كفايه نكش، انت قاعد بتنكش في التراكات ليه؟ تنزل ديس ونبيف، نكمل البيف اللي بيننا، او يعني نعمل بيف مش بيف نكش، بيف ديسات مش بيف نكش، يا تنطر خلاص يا ما تكلمش عني بقى تاني خالص انساني. وهنا كلمه ده كانت دي بالذات فكرتني بتراك العاصمه. دخل خبط لو كسبت ابيو في البيف ده كان حط، ده كان حط، ده كان خط صوتي على الركز. نضفت بس مش بالكامل، في كم موقف عدلت انا القديم اتعامل. هنا بيتكلم عن ان هو نضف، بقى انسان احسن، بقى انسان محترم زي ما قلنا، بس احيانا بيضطر ان هو يبقى الشخص اللي هو بيحاول ان هو يبطل يكون هو فاهم. يعني الشخصيه القديمه بتاعته اللي هي كانت شبح وبتاع حوارات وكده، حاليا هو بقى انسان محترم فما ينفعش ان هو يكون كده، بس احيانا بيتحط في مواقف بيضطر فيها ان هو يكون كده، بيقول لنفسه انا القديم اتعامل خلاص، بيسلم بقى فاهم انت ايه الكنترول للشخصيه القديمه بقى، اللي هو انا راكنك بقالي كتير بس خلاص الموقف ده انت لازم انت اللي تتعامل فيه. القديم كان خامل والجديد اتآمن، الجديد الدنيا جت عليه القديم راح حابل. اللي هو قال عليه في البار اللي فات ان هو رجع الشخصيه القديمه تتعامل في موقف معين، وزي ما هو قال ده معناه ان هو ما نضيفش بالكامل. ده بيخلي دايما في صراع جواه بين الشخصيه القديمه والشخصيه الجديده، بين الشخص الكويس والشخص اللي مش حلو، خناقات بتحصل في دماغه. فاللي هو في مواقف معينه برضو مش هو اللي بمزاجه بيسيب الكنترول للقديم، لا هو غصب عنه القديم بيرجع وبيفرض نفسه عليه، وده زي ما قلت بيعمل صراع جواه. كلام ممكن يكون برضه على الراب ان هو رجع بشخصيه عمو جو والقصه دي بعد ما كان خلاص بطل دسات ونضف، بس لو قعدنا نتفرع في المعاني الممكنه والاحتمالات مش هنخلص، فما علينا نكمل. تعالوا بقى يا ولاد واتلمت عالضيق، بس في ناس ثقتها فيا اتهزت لها شويه. ده كان تراك الجوكر عاش، وده كان البوم الجوكر 30، الالبوم اللي بجد مش قادر اكون موقف فيه. يعني انا عجبتني تراكات كتير في الالبوم ده مالهاش علاقه بالنكش ولا بالدسات ولا بالراب. لون جديد الجوكر بيجرب فيه متنوع، اعتقد كان ممكن يطلع منه حاجه احسن من كده، كان ممكن يبقى فيه تراك على الاقل دسم كده وعميق وفيه افكار الجوكر القديمه، بس اعتقد ان الجوكر خلاص ما بقاش اصلا الشخصيه دي. ده غير ان الالبوم مش بيتكلم في الحوار ده خالص، الجوكر بيتكلم في حاجه تانية وهي حياته بعد سن ال30، فهو مش لازم يكتب لك حاجه دسمه وعميقه وبتاع وكده فاهم. هو بيتكلم عن حياته بعد ال30، مشاكله مع شركات الانتاج، مشاكله مع الاسره وغلاء الاسعار والمجتمع والقصه دي، التغيرات النفسيه اللي حصلت له، فمش طبيعي ان هو يتكلم في مواضيع تانية. فبس بالنسبه لي انا وضع الالبوم
الالبوم. واكتر حاجه عجباني في الالبوم ده التناسق اللي فيه، ان كله تقريبا بيتكلم في نفس الفكره بس بطرق مختلفه. دي صعب ان انت تعملها، ان انت ما تزهقنيش. انا زهقت في نص التراك وهو بيتكلم عن الجواز وكده، بس في نفس الوقت لا، هو فعلا كان كل مره بيتكلم فيها في الكلام ده كلام كان بيبقى مختلف. فبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، تنضم على الانستجرام وكل الكلام ده. اشوفكم في فيديو جديد.